الأخبار الموجزة ليوم الثلاثاء. صرحت إدارة أترا إنها جمعت 7.5 مليار أفغاني خلال العام الماضي من ضريبة 10% على شركات الاتصالات وسلمتها إلى خزينة الدولة. قال وزير الخارجية المولوي أمير خان متقي في مقابلته مع BBC إننا استوفينا جميع شروط الاعتراف. عقدت ندوة البحث العلمي الأولى حول أدب الهجرة الأفغانية بأكاديمية العلوم. صرحت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إنها تعيد بناء 79 مشروعا للري في أفغانستان لأجل تحسين الوصول إلى المياه والزراعة. وأضافت هذه الوكالة أن البلاد عانت الكثير بسبب استمرار الجفاف. زار رئيس محكمة الاستئناف لمقاطعة كابول المحاكم الابتدائية الحضرية والمحكمة التجارية. صرح بنك أفغانستان المركزي وصلت اليوم حزمة المساعدات الإنسانية بقيمة 40 مليون دولار إلى كابول وتم تسليمها إلى البنك التجاري. صرحت الوزارة الخارجية تم الإفراج اليوم عن 189 سجينا أفغانيا وتسليمهم للحكومة الأفغانية في ميناء إسلام قلعة بمقاطعة هرات. تم افتتاح مركز توزيع بطاقات الهوية الإلكترونية في منطقة تجاب بمقاطعة كابيسا. قال وزير المياه والطاقة الملا عبد اللطيف منصور إن حكومة الإمارة الإسلامية مكونة من سائر جهات أفغانية وتمثل عن أمنيات شعبها.